إحساس كده منتشر قوي اليومين دول، مش عارفة لو بيجي للناس كلها ولا لأ، بس بحس بيه كتير حواليا. إحساس بتقل على القلب من غير سبب واضح ومباشر. يعني مش حزن على حاجة معينة حصلت، لأ، ده إحساس أعمق، كأن الروح نفسها مرهقة، تعبانة من كتر المحاولة. ممكن تكون الحياة من بره شكلها تمام مستقرة، لكن من جوه في فراغ أو وجع صامت صعب قوي يتوصف. الإحساس ده هو بالظبط صلب الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. معانا مجموعة مقتطفات من مصدر اسمه الكآبة الحديثة، الإبحار في صراعات الروح الصامتة. والمصدر ده بيحاول يشخص الحالة دي اللي بقت يعني شبه ظاهرة عامة. والهدف من كلامنا النهاردة مش إننا نلاقي حلول سحرية، لكن إننا بس نحاول نفهم السؤال الأهم اللي المصدر بيطرحه. إيه اللي حصل في عالمنا خلى الإحساس ده يبقى هو الطبيعي الجديد عند ناس كتير؟ يمكن الفهم لوحده يكون أول خطوة للراحة. ونقطة البداية اللي بيحطها المصدر صادمة شوية بس منطقية جدا. بيقول إن الاكتئاب في كتير من الأحيان مش ضعف شخصية ولا قلة إيمان، لا، لكنه نتيجة طبيعية لحياة غير طبيعية. جملة حياة غير طبيعية دي محتاجة وقفة. المقصود بيها إيه؟ إننا صممنا عالم بيدور حوالين الإنتاجية والسرعة والمظاهر، بس نسينا خالص نصمم فيه مساحات للهدوء، للراحة النفسية الحقيقية. فبقينا عايشين في حالة طوارئ مستمرة، بنتعامل مع متطلبات نفسية وجسدية تفوق قدرة تحملنا كبشر. فمشاعر الإرهاق والفراغ دي ممكن تكون رد فعل سليم جدا من نفسيتنا على وضع مش سليم أصلا. طيب خلينا نفصص فكرة الحياة غير الطبيعية دي. المصدر بيبدأ بأكتر حاجة واضحة بنعيشها كلنا: سرعة الحياة والضغط. الإيقاع اللي بنعيش بيه ما بقاش بيدي فرصة للواحد ياخد نفسه أو يفكر. في تشبيه في المصدر عجبني قوي، بيقول الواحد بيجري طول اليوم عشان يلحق الشغل، وبعده يجري يلحق التزامات البيت، وبعده يجري يلحق اللي بيحصل على السوشيال ميديا. وفي آخر اليوم تلاقي نفسك مستنزفة تماماً من غير ما تكوني عملتي أي حاجة حقيقية لنفسك. بيحصل جوه الجسم إن العقل بيبقى في حالة استنفار دايم. الجسم مش بيفرق بين التوتر اللي جاي من خطر حقيقي زي إنك بتجري من أسد مثلا، والتوتر اللي جاي من إيميل مستعجل فعلاً. أو ميعاد تسليم شغل. في الحالتين بيفرز نفس هرمونات التوتر، الكورتيزول والأدرينالين. الهرمونات دي مفيدة لو بتستخدمها عشان تهرب من خطر لحظي، لكن لما تفرز كل يوم وكل ساعة بسبب ضغوط الحياة العادية بتعمل التهاب مزمن في الجسم، وبتعمل تآكل في قدرة المخ على التركيز والهدوء. الجهاز العصبي بيتحرق بالبطيء. ودي نقطة بتفسر ليه ممكن واحدة تكون بتاكل كويس وبتنام عدد ساعات كافي وصحتها الجسدية المفروض كويسة، لكن حاسة بإرهاق مزمن ما بيروحش. الإرهاق ده مش في العضلات، ده في الروح نفسها، في الجهاز العصبي اللي ما بقاش بيفصل. بالظبط. وهنا لازم نفرق بين الحاجة الإجازة والحاجة للهدوء. الإجازة ممكن تكون سفر وزحمة وأنشطة، لكن الهدوء هو إن العقل يبطل يجري. الإنسان مش مصمم يعيش على وضع الطوارئ ده طول الوقت. الإهمال المستمر للروح وإنك مديهاش فرصة تهدى وتتنفس بيتحول مع الوقت لفراغ داخلي، والفراغ ده هو البوابة الرئيسية للاكتئاب. والغريب إن في قلب السرعة دي، ورغم إننا متوصلين بكل الناس طول الوقت على السوشيال ميديا، في إحساس تاني عكسي تماماً بيكبر جوانا. وده ينقلنا للنقطة التانية اللي المصدر بيركز عليها بقوة: السوشيال ميديا والمقارنة. الموضوع أكبر من مجرد تطبيقات على الموبايل. المصدر بيوصفها أنها بيئة كاملة بتؤيد تشكيل وعينا وإحساسنا بقيمة نفسنا. كل يوم بنشوف لقطات منتقى ممتعيانة من حياة الآخرين، نجاحاتهم، سفرهم، لحظاتهم السعيدة. ده بيخلي الواحد يحس غصب عنه إنه متأخر، إنه أقل منهم. المصدر بيستخدم تعبير دقيق جدا لوصف العملية دي: تدمير بطيء للثقة بالنفس. هي مش صدمة عنيفة بتحصل مرة واحدة، لأ، ده تآكل مستمر وغير محسوس. كل صورة، كل بوست ممكن يكون طعنة صغيرة لإحساسك بقيمتك الذاتية. الإحساس بالنقص ده بيتحول مع الوقت لحزن مستمر، والحزن ده لو اتساب من غير وعي بيتطور الاكتئاب. وده ظلم كبير للنفس، طبعاً. لأن المعايير اللي بنقارن بيها مش عادلة ولا حقيقية. إحنا بنقارن كواليس حياتنا بكل لخبطتها وصعوباتها بشاشة عرض حياة الآخرين المتلمعة والمختارة بعناية. النقطة دي بتخليني أفكر في فكرة تانية مرتبطة بيها جدا، وهي فكرة الحياة غير الأصيلة اللي المصدر بيشير ليها.
كأن السوشيال ميديا بتخلينا نجري ورا حياة مش شبهنا، بنحاول نحقق نجاح بمعايير المجتمع أو بمعايير الناس اللي بنتابعهم، مش باللي يريحنا إحنا فعلا. بنعيش حياة مش بتاعتنا عشان نرضي الناس أو نحس بالقبول. وده بيخلق انفصال خطير، انفصال بين الذات الحقيقية للشخص والذات الاجتماعية اللي بيقدمها للعالم. والانفصال ده بيستهلك طاقة نفسية رهيبة. إنك تمثل طول الوقت أو تتجاهل صوتك الداخلي واحتياجاتك الحقيقية، ده بيوصل في النهاية لإنهاك نفسي كامل. والمصدر بيقول جملة قوية قوي: الاكتئاب أحياناً بيبقى صرخة من روحك بتقولك إنك بعيد جداً عن نفسك الحقيقية. بس هنا يجي سؤال، مش ممكن يكون في جانب إيجابي؟ يعني ناس بتستخدم السوشيال ميديا عشان تتلهم أو تحس إنها جزء من مجتمع. المصدر بيوازن بين الاتنين ولا بيركز على الجانب السلبي بس؟ سؤال مهم. بصي، المصدر مش بيقول إن السوشيال ميديا شر مطلق، هو بيركز على إن المشكلة مش في الأداة نفسها، لكن في استخدامنا اللاواعي ليها. بتتحول لمشكلة لما بنبطل نستخدمها بشكل واعي عشان نستلهم أو نتواصل، ونبدأ نستخدمها كمسطرة نقيس بيها قيمة حياتنا. لما بتتحول من نافذة على العالم لمنصة لا نهائية للمقارنة وجل الذات. وهنا بتظهر المفارقة الأكبر في عصرنا. العالم الافتراضي زحمة، لكن الواقع النفسي فاضي. وده بيوصلنا للنقطة الثالثة اللي المصدر بيعتبرها من أعمق جروح العصر الحديث: الوحدة وسط الزحمة. الناس حوالينا أكتر من أي وقت فات، لكن الإحساس بالوحدة أعمق من أي وقت فات. العلاقات بقت سريعة وسطحية، قايمة على اللايكات والكلام الخفيف، مش على الفهم الحقيقي والاحتواء. في تعريف للوحدة في المصدر هزني جدا، بيقول إن الوحدة مش إنك تكون لوحدك في أوضة، دي ممكن تبقى راحة. الوحدة الحقيقية هي إحساس إنك مش متشاف، إن محدش فاهم اللي جواك حتى لو قاعد في وسط أقرب الناس ليك. الإحساس ده مميت، إنك تحسي إن وجعك أو أفكارك ملهاش مكان عند اللي حواليكي. بالظبط. وهنا بتظهر خطورة الكتمان الطويل، لما الشخص مش بيلاقي حد يسمعه بجد عشان يفهم، مش عشان يرد أو ينصحه أو يقلل من مشاعره، بيبدأ يكتم كل حاجة جواه. والكتمان ده بيعمل ضغط داخلي عامل زي حلة ضغط مقفولة بإحكام، عمالة تغلي من جوه ومصيرها في يوم تنفجر. الإنسان كائن اجتماعي، عنده احتياج أساسي يحس إنه متشاف ومفهوم على مستوى عميق. لما الحاجة دي بتغيب بيحس بعزلة نفسية حتى لو محاط ب1000 شخص. وده بيرجعنا لنقطة التربية اللي المصدر اتكلم عنها. كتير مننا اتربى على إن القوة معناها كتمان الضعف، وإن الشكوى عيب، وإن التعب النفسي ده دلع. فكبرنا وإحنا بنخبي وجعنا، بنتعامل معاه على إنه سر لازم يتدفن. فمش بس الناس مش شايفاه، ده إحنا نفسنا اتعودنا منشوفوش ومنعترفش بيه. تماماً. فبقى عندنا جيل كامل محترف في إخفاء ألمه. بنلبس قناع القوة والتماسك لكن من جوه بننهار. والوحدة هنا بتبقى مضاعفة، وحدة عن الناس ووحدة عن نفسنا الحقيقية اللي حبسناها جوه. وكل ده بيصب في النهاية في بحيرة كبيرة من الإحساس بفقدان المعنى. ودي يمكن تكون النقطة الأعمق والأخطر في تشخيص المصدر، فكرة فقدان المعنى. ناس كتير جدا عايشة بتأدي واجبات، مش بتعيش حياة. بتصحى، تروح الشغل، ترجع، تتفرج على التلفزيون، تنام. روتين مفرغ من أي إحساس بالقيمة أو الهدف. والدليل على ده هو ظاهرة الناجحين المكتئبين اللي بنشوفها حوالينا. ناس حققت كل مقاييس النجاح المادية والمهنية، لكن من جوه حاسين بفراغ قاتل. اللي بيحصل هنا إن الإنسان عنده احتياج أساسي وغريزي إنه يحس إن لوجوده قيمة، إن حياته ليها أثر، إن تعبه ليه سبب أسمى من مجرد إنه يدفع الفواتير وياكل ويشرب. لما الإحساس بالمعنى ده بيختفي، أي إنجاز بيبقى طعمه فاضي، وأي نجاح بيبقى ناقص. المصدر هنا بيستخدم استعارة عبقرية، بيقول: الروح لما تجوع الجسم كله يتعب. التشبيه ده بيلخص كل حاجة تقريباً. الجوع ده مش للأكل ولا للشرب، لكن للمعنى والهدف والشغف. وده يمكن يفسر ليه ناس كتير بتحس إنها تايهة. قائل من الأخبار السيئة عن حروب وأوبئة وغلاء وأزمات. التراكم ده بيخلق إحساس عام بأن العالم مكان غير آمن، وبيخلي أي محاولة لإيجاد معنى شخصي تبدو تافهة أو مستحيلة. بيخلق حالة من العجز المكتسب. يعني كأن كل العوامل دي بتشتغل مع بعض في نظام متكامل. السرعة بتستنزف طاقتنا، السوشيال ميديا بتدمر ثقتنا في نفسنا، الوحدة بتعزلنا. وفقدان المعنى بيخلي كل ده ملوش أي لازمة. دايرة مغلقة بتسحب الواحد لتحت. هي فعلا دايرة مغلقة،
والمصدر بيوضح إن الاكتئاب نادراً ما بيجي فجأة، هو غالباً نتيجة تراكمات صغيرة ثابت من غير علاج. كلمة اتقالت وسكتنا عليها، موقف عدى وعديناه، حلم اتكسر وما وقفناش عنده، احتياج لينا تجاهلناه. مع كل تنازل صغير عن صحتنا النفسية جزء من الروح بيتعب، ولما الأجزاء دي بتكتر الروح كلها بتمرض. ده غير طبعا الحوار الداخلي السام، الكلام القاسي اللي بنقوله لنفسنا بيجرح أكتر 1000 مرة من كلام أي حد تاني. كتير مننا جلاد نفسه الأول. ده غير العوامل الجسدية البحتة اللي بنستهتر بيها زي النوم السيء. المصدر بيوضح إن السهر المستمر واستخدام الموبايل قبل النوم بيلخبط كيمياء الدماغ حرفياً. هرمونات السعادة زي السيروتونين بتتأثر، ومع الوقت المزاج بيتغير والطاقة بتقل. الجسم والعقل مرتبطين بشكل مرعب. مرعب وحقيقي. إهمال الجسد بيأثر على النفس، وإهمال النفس بيأثر على الجسد. كسر الدايرة دي محتاج أولاً وعي، وبعدين محتاج رحمة بالنفس، مش قسوة وجلد للذات. محتاجين نبدأ نتعامل مع نفسنا كأنها شخص بنحبه وبنخاف عليه، مش كعدو ولازم نعاقبه على كل غلطة. إذن لو حبينا نجمع كل الخيوط دي، الفكرة المحورية اللي بيقدمها المصدر إن الاكتئاب مش مجرد خلل كيميائي في المخ وخلاص، هو غالباً رسالة قوية ومؤلمة من روحنا بتقول إن في حاجة غلط، في حاجة في حياتنا محتاجة تتغير. ممكن تكون نمط الحياة السريع، أو طريقة تفكيرنا السلبية، أو علاقاتنا السطحية، أو حتى طريقة معاملتنا القاسية لنفسنا. وبناء على الفهم ده، أول وأهم خطوة للتعافي مش إننا نحارب الاكتئاب، لكن إننا نسمع رسالته. وأول حاجة في السمع ده هي التوقف تماماً عن لوم النفس. اللوم بيزود الألم مش بيعالجه، بيخلينا نغرق أكتر. الوعي هو البداية، والفهم هو أول طريق الشفاء. مجرد البحث عن فهم للأسباب زي ما بنعمل في نقاشنا ده هو في حد ذاته خطوة علاجية مهمة جدا، معناه إن في رغبة صادقة في التغيير والشفاء. وده يخلينا نختم بفكرة أخيرة للتأمل مبنية على أساس كل اللي قلناه. المصدر بيقول إن الاكتئاب رسالة شخصية، بس ماذا لو كانت الرسالة دي مش بس للشخص اللي بيعاني، لكنها رسالة للمجتمع كله عن طريقة الحياة اللي اخترناها وبقينا نعتبرها الطبيعي؟ يمكن التعب الفردي المنتشر ده هو عرض لمرض جماعي في طريقة عيشنا الحديثة. يمكن الروح الفردية بتصرخ عشان تقول إن النظام المجتمعي اللي بيقدس السرعة والإنتاجية والمظاهر على حساب الهدوء والمعنى والاتصال الإنساني الحقيقي نظام فاشل ومميت للروح.